مساء الخير وإطلالة جديدة وحلقة جديدة من برنامج ليالي، وحلقة كل يوم جمعة اللي بنقضيها مع شخصيتنا النهاردة من الأدب العالمي وبالتحديد من الأدب الفرنسي، أديب وكاتب ولد في النصف الثاني من القرن ال19 في فترة كانت بتموج فيها فرنسا بالعديد من الأحداث السياسية وبالطبع الأحداث الاجتماعية اللي أثرت على المجتمع الفرنسي. في ظل الظروف دي وميلاد الأديب اللي هنتكلم عنه النهارده وهو الأديب إيميل زولا، نقدر نقول إنه كون لنفسه طابع خاص، نكهة خاصة في الكتابة. كان سياسي، كان مشارك في الأحداث السياسية بشكل كبير برغم الانتقادات أو علامات الاستفهام اللي على شخصية إيميل زولا أو إيميل زولا، لكن نقدر نقول إنه قدر يثير الجدل ويكون مثار النقاش والكتابات والدراسات النقدية. قدم العديد من الأعمال ما بين الرواية ما بين المقالات الصحفية والمقالات النقدية. كان ليه صداقة بالفنان التشكيلي والرسام سيزان، ويمكن الصداقة دي استمرت لفترة طويلة لحد ما حصل انفصال بينهم بسبب رواية قدمها إيميل زولا وهي بعنوان التحفة، اللي سيزان شاف إن هي نوع من أنواع الانتقاد ليه بشكل مباشر كفنان تشكيلي وطريقة الحياة اللي بعيشها. النهارده بنتكلم عن الأديب إيميل زولا من خلال ضيفتنا النهارده دكتور رانيا أحمد، أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة حلوان. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي يا أستاذة عمر. خلينا نقول إن هو أديب غريب جدا، أديب مثير للجدل ما بين السياسة وما بين الأدب وما بين تيار الطبيعية اللي هو نقدر نقول رائد أو صاحب البصمة الأولى فيه. كانت نشأة إيميل زولا في النصف الثاني من القرن ال19 في أحداث غريبة جدا في فرنسا. تمام. إيميل زولا زي ما حضرتك قلتي هو نشأ فعلا، اتولد في 1840 يعني في منتصف القرن ال19، وقرن ال19 هو قرن غني جدا وفيه زخم ليس فقط سياسيا ولكن أدبيا. فالقرن ال19 الثورة الفرنسية قامت في أواخر القرن ال18. القرن ال19 هو استكمال للثورة. لم تخمد الحالة السياسية أو لم تستقر الحالة السياسية مطلقا طوال القرن ال19 حتى العهد اللي اتولد فيه واللي نشأ فيه إيميل زولا. إيميل زولا هو رائد الفكر المدرسة الطبيعية، ويذكر أن المدرسة الطبيعية هي تعتبر من إحدى المدارس الأدبية التي نشأت في القرن ال19، لأن القرن ال19 كما سبق وقلت هو كان فيه زخم سياسي. احنا دايما بنسمع عن المدرسة الواقعية، المدرسة الكلاسيكية أو الرومانسية، لكن فكرة الطبيعية دي برضو المصطلح مش منتشر قوي. المصطلح مش منتشر، هو مدرسة طبيعية أو ناتشوراليزم، وهو التقرب قدر يعني بكل الطرق إلى الحقيقة. الناتشوراليزم أو الطبيعية هي جاءت بعد تلت المدرسة الواقعية اللي هو كان
كده آه، 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 إيميل زولا وجي دو موباسان، يعني هما الاثنين نفس دول الجيل. كانوا رواد بقى، فعلا كانوا رواد لهذه المدرسة. والمدرسة دي فعلا آه، آه، يعني من يقرأ كتب آه، إيميل زولا يجب أن يكون قارئ من نوع خاص، قارئ لا ينتظر الرومانسية، لا ينتظر الخيال، فلا مكان للخيال. الرواية هي نقل وسرد للواقع بكل حيثياته، بكل تفاصيله. وقد يكون الواقع في بعض الأوقات شديد، أو له واقع الصدمة عند القارئ، ولذلك متذوق أو قارئ الفكر المدرسة الطبيعية هو قارئ من نوع خاص، هو قارئ يريد أن يتطلع إلى معرفة الحالة السياسية والتاريخية. المدرسة الطبيعية كانت نتاج للزخم السياسي والاجتماعي اللي كان في فرنسا. هي بالضبط كده زي ما بقول لحضرتك، هي يعني مثلا لو نتكلم عن القرن 17 كان في مدرسة واحدة فقط أدبية هي اللي بتطغى على القرن 17، المدرسة الكلاسيكية. أما القرن 19 في كذا مدرسة، في رومانسية تلاها المدرسة الواقعية، ودلوقتي المدرسة الناتشوراليزم الطبيعية. إذن كان في عدم استقرار سياسي، ولأن دايما الأدب هو مرآة المجتمع، كان الأدب دايما بينقل هذه الصورة المذبذبة الغير مستقرة للمجتمع السياسي الفرنسي. التكوين الشخصي لإيميل زولا يمكن اللي هيقرا عنه كتير هيتوه ما بين التناقضات في بعض آرائه، ما بين بدايته الفقيرة البسيطة وما بين المرحلة اللي هيكون فيها غني جدا، الغناء اللي هيكون فيه نوع من أنواع الاستعراض من جانب إيميل زولا حتى في الحفلات اللي كان بيقيمها. التناقضات دي والتكوين الشخصي ليه وحب الظهور، يعني هو كان في أي حادثة هو حابب الظهور على سطح الأحداث. بالضبط، يعني هو إيميل زولا هو ينتمي للطبقة البرجوازية، من أب مهندس إيطالي وأم فرنسية. توفي الأب وكانت الأم هي المسؤولة عن توفير المعيشة بالضبط. وكانوا يقطنوا في أكس أون بروفنس بقرب من مارسيل، وبدأوا بعد كده يسافروا لباريس علشان تلحقوا بكلية الحقوق هناك. وهناك هو اشتغل أكتر من مهنة، يعني هو كان فعلا يعتبر هو بدأ القانون، درس القانون بالفعل واتجه للكتابة، لأن هو من وقت يعني اشتغل الأول في شركة للنقل البحري، وبعد كده بدأ يكتب مقالات ويكتب مسرحيات ويكتب بعض مقتطفات من سيرة ذاتية، وبعد كده بدأ يتجه إلى الكتابة. إيميل
نوع زي ما حضرتك قلتي بالظبط، هو في جزء اللي هو البروباجاند شويه. والدليل ده اللي هو المقال اللي كتبه جاكوز، او اللي هو بتهم، وفعلا عمل من قضيه راي عام، وكان عشان يكون هو البطل، وعشان يكون هو البطل، وعشان هو كمان زي ما تقولي ينتهك فكر الجمهوريين. لان زي ما حضرتك عارفه في الفتره اللي نشأ فيها او فتره حياه إميل زولا هي فتره الجمهوريه الثانيه، والوقت ده كان نابليون ثلاثة هو اللي كان بيحكم فرنسا، ونابليون ثلاثة انقلب على النظام الجمهوري وأعلن قيام الإمبراطورية. فهو كان عايز يظهر في هذا الوقت ليعلن انتمائه للجمهورية، إنه هو تقدمي، وإن هو بيحمي الثورة الفرنسية ومبادئ الثورة الفرنسية، وبيدعو إلى الرجوع مرة أخرى إلى الحكومة والعهد الجمهوري. بس الروافد اللي أثرت عليه في الكتابة بتقول إن هو نشأ في أسرة بسيطة، الأم كانت بتشتغل عشان توفير النفقات، مدرسة الحقوق، اشتغل كاتب في بداية حياته، كاتب في بعض الشركات، كاتب، وكان كمان بيشتغل في توزيع أو بيشتغل مهنة ما إدارية في مركز نشر أشعة. يعني هو كان قريب برضو من الوسط الثقافي، كان بيقرأ في الفترة دي، كان بيقرأ في الفترة دي، وهو نفسه قال أنا تأثرت بالكثيرين منهم بالزاك. ويمكن هو تمت المقاربة بين مجلده الكبير اللي بيضم 20 رواية زي ما حضرتك قلتي، بمجلد برواية المعروفة لا كوميدي هيومان أو الكوميديا الإنسانية لبالزاك. هو تأثر ببالزاك وكان قارئ جيد طبعا، وكان في الوسط الثقافي، كان في دار نشر أشعة، وكان كثير القراءة، وبيبان ده حتى من صداقاته زي ما حضرتك كرمتي وقلتي انه حتى لما كان بيصادق سيزان. وعلى فكرة هما الاثنين ماشيين على نفس الخط اللي هو نفس الثورة بالظبط كده، الثورة وحماية الثورة والتفرد في تقديم العمل الفني، سواء عمل إبداعي ورسم وفن زي سيزان رائد المدرسة التأثيرية، أو إذا كان أدبي زي بس برغم الصداقة اللي بينهم، ليه زي ما قلت في مقدمة الحلقة ان التحفة هي كانت بداية الخصومة بينهم، لان هو حس ان سيزان حس ان إميل بيقدمه بشكل الفنان البوهيمي، الحياة العشوائية شوية. عرف عن إميل زولا إن هو بياخد قصصه من الواقع، يعني مش بس
رواية لوفر أو التحفة اللي هي كان بطلها فنان رسم، وكان بس هو فعلا كان حياته. قاصد سيزان صديقه في هو الرواية. لم يعلن ده، ولكن كان يظهر من حياة البطل إنها تشابه كتير حياة سيزان. فهو بطل رواية لوفر أو التحفة هو رسام، زي ما تقولي سائر على وضع التقليدي للفن في بلده. سافر لباريس وكان يسكن في الريف، وتزوج من كريستين، وله قصة كده في زواجه من كريستين. يعني هو فعلا بوهيمي، لم يكن يعتني بابنه. يعني هو تزوج من كريستين وجابوا ابنه ولم يكن يعتني بيه، ومن كتر إهمالهم لابنهم ده مات، توفي من المرض. هو نفسه نهايته كانت غريبة، مات مشنوق، لأن هو طبعا كان مرفوض من كل الوسط الفني. وده كان فعلا حقبة من حياة سيزان كانت بهذه الصورة، وقدمها بالظبط كده. لأن سيزان كان مرفوض في الأول، لأن سيزان لم يكن يتبع الفكر التقليدي، هو كان عنده فكر إبداعي خاص بيه. وزي ما قلت لحضرتك قبل ما نبدأ، هو فعلا يعتبر هو اللي مهد لنشأة الفكر التجريدي. كان عنده نفس برضه الرسم التجريدي، الأفكار الشخصية اللي عند إيميل زولا، اللي هي فكرة الظهور، حب الظهور، الاستعراض. لا، ما كانش عنده ده، لكن كان عند أكتر منه إيميل زولا. وإيميل زولا فعلا المقالة جاكوز دي على قد ما هي عملت له بروباغندا، والعلم هي كان لها أثر إيجابي، بالرغم من هو من الواجهة من بره إن هو تم نفيه وتم اتهامه إن هو بيتجرأ على ضباط الجيش ولكن هو خلينا نتكلم على القضية ظهر على قضية البطل. القضية دي بالتفصيل، لأن هو ظهر زي ما قلنا، أظهر نفسه بصورة البطل، وكان في تسليط ضوء إعلامي بشكل ملفت للانتباه. وكمان بعد الحادثة دي صاحب القضية نفسه ما عملش كل هذه لا، وأعماله كمان اتباعت بأسعار غالية بعد القضية، وده كان سبب المرحلة الجديدة اللي هيدخل فيها، اللي هي مرحلة الثراء. القضية تفاصيلها كده، القضية تفاصيلها إن الفترة دي كانت فترة عصيبة جدا في تاريخ فرنسا. الفترة دي كانت بتشهد تقدم الجيش الألماني واستعماره للوران والألزاس في شرق فرنسا. الفترة دي كانت بتشهد هزيمة الجيش الفرنسي من الجيش البروسي والإمبراطورية البروسية، ودخولها باريس واستعمارها واحتلالها باريس لفترة من الزمن. كانت الفترة دي هو تولي جيش فرساي، ويعرف جيش فرساي بانتمائه، مش
انتمائه، ولكن موائمته مع الجيش الألماني. وكان فعلا إميل زولا كان من الذكاء انه هو في هذه الفترة انه هو ياخد موقف زي ما بتقول يفجر القضية. امتى انا اخد موقف؟ انا باخد موقف في وقت فعلا كريتيكال، اللي هو ده الوقت اللي كان بياخد موقف استغلال الحدث، استغلال ومهاجمة الجيش في هذا الوقت، جيش فرساي. وكان في الوقت ده مجموعة سياسية أو كيان سياسي اسمه لا كومون دو باريس أو كومونة باريس، احنا بنقولها كده بالتعريب يعني كومونة باريس. لا كومون باريس زي اتحاد أو تعاون باريس، هو كان بيضم كل الناس اللي هي ضد سلوك الجيش في هذا الوضع، وضد السياسة التي ينتهجها الامبراطور طبعا، وضد السياسة التي ينتهجها تجاه الجيش الألماني من موائمة وهو أعلن بصورة أو بأخرى انتمائه لكومونة باريس أو لا كومون دو باريس بهذا الموقف اللي بيثبت كلام حضرتك صح جدا، ان هو المقال بتاعه وجهه لرئيس فرنسا في الوقت ده، ولكنه هو ايضا تم نشره في صورة مقال إعلامي ضجة إعلامية في مجلة لورار اللي هي الفجر الفرنسية. وده اللي يدي فعلا زي ما قلت حضرتك في تقدمتك ان فعلا هو كان يريد من هذا بروباغندا اكثر منه حماية لمبادئ الثورة او ما الى ذلك. ومش دي اول مرة يظهر موقفه، هو حتى في اختيار اسماء بعض الروايات زي رواية جيرمينال. يا رواية جيرمينال هي تعتبر احدى 20 رواية اللي بتمثل المجلد الكبير الروائي بتاع فكرة 20 رواية اللي هي روايات الأجيال اللي فيها أجيال متتابعة أو أسر متتابعة، نفس الشخصية وتطوراتها وتطوراتها بالظبط كده. بس ده عدد كبير قوي، 20 رواية كتبها 25 سنة تقريبا بالظبط كده. 20 رواية، كل رواية فيها أبطال من رواية اللي قبليها. يعني جيرمينال في بطل، البطل بتاعه إتيان لونتين، ده كان ابن البطل بتاع الرواية. بس ده كان شكل متعرف عليه في الكتابة في التوقيت ده، فكرة الأجزاء المتسلسلة من العمل. هي كانت فكرة غريبة، بس أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة. الفكرة دي هو أصلا لما طلبوا منه يشرح مدى تأثره ببالزاك، هو قال أنا تأثرت ببالزاك، ولكن ما يختلف عن بالزاك إيماني بالعلم وإيماني بتقديم العلم في رواياتي أكتر من تقديم المجتمع. وده كان عايز يعلله بإيه؟ بمعنى إن هو كان في الوقت ده كان في نظريات علمية فكرة تقديس العلم،
الوراثة، علم الوراثة، لأن هو في إحدى رواياته كان انتزع بطلة من أبطاله من الوسط اللي هي فيه وجعلها تعيش في وسط مختلف في الأخلاقيات وكان عايز يثبت للقارئ ان لا، الوراثة تحكم في الآخر. هو كان يؤمن ببعض النظريات اللي كان بيطبقها على روايته، فهو ده يمكن السبب اللي خلاه يعمل هذه السلسلة. وكان في على فكرة في بداية الكتاب لما طبع آخر طبعة بعد وفاته، نشروا له حاجة اسمها العرب جينيالوجيك، أو ال 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 الشجرة، زي شجرة تاريخية كده بتدي تاريخ الأشخاص، ده ابن مين وده يرجع لأسرة مين، فبيبدأ بقى أول أسرة شجرة العيلة، شجرة العيلة بالظبط كده، اللي هي عائلة الشخصيات، شجرة الشخصيات، وطبعها في المجلد الأخير في بداية المجلد، يعني في مقدمة المجلد كانت هذه الشجرة اللي هو رسمها بنفسه وكاتب فيها صفات الشخصيات. بس استمراره في الكتابة 25 سنة على نفس الأسر بتطوراتها وتطور الشخصيات طبعا مع تطور الأحداث. قدم برضه في المقابل أعمال تانية بعيدة عن المجلد ده. هو قدم مسرحيات، كان له مسرحيات وكان له مقالات كتيرة، بس هو كان أكتر حاجة مشهورة هو هذا المجلد، لأن هذا المجلد احتوى على زي ما تقولي باكورة أعماله، يعني أحسن أعماله وأحسن أعماله الروائية اللي تم ترجمتها إلى عديد من اللغات، زي لاسوموار، الحانة، زي جيرمينال، كل ده كان في مصر هنا ترجمنا العديد من الأعمال دي، العديد من الأعمال اللغة العربية كده، وتم التأثر منه، يعني معظم رواياته تمت يعني تم تقديمها في السينما المصرية، خاصة الفترة دي احنا هنا السينما والمسرح اقتبسوا من الأدب الفرنسي كتير جدا، وقدموا أعمال مستوحاة من الأدب الفرنسي لعدد من الأسماء الكبيرة. هل إيميل زولا من الأسماء اللي تم اقتباس أعمالها كده؟ في أو تأثروا بها رواية اسمها تيريز راكان، هي نفسها مقتبس منها رواية فيلم لك يوم يظل لصلاح أبو سيف، بالضبط نفس ليه يا أستاذة مروة؟ لأن هو كان الحقبة اللي مر بها المجتمع الفرنسي كانت حقبة فيها كتير من الأمراض المجتمع، من آفات المجتمع، من فساد أخلاقي، من سرقة، من قتل، يعني هو كانت رواياته كانت فعلا تجسد هذا الواقع. فأي حد عايز يقدم فيلم واقعي فبيجد في هذا زي ما تقولي تراث، أو زي ما تقولي يعني كنز ثمين يقتبس منه طبعا بأفكاره، وكانت رواياته فعلا فيها
جانب نفسي، جانب اجتماعي، جانب بوليسي، يعني فيها حته السسبنس برضه، جرائم قتل، جرائم، وكانت كلها يعني انا اذكر مثلا مثال لما كان جوستاف فلوبير كتب روايه مدام بوفاري، كان الانتقاد اللي واجهه فلوبير بسبب انه هو طلع إيما بوفاري اللي هي سيدة تحمل، اللي هي بطلة الرواية، سيدة تحمل اسم فرنسي. إيما ساعتها النقاد انتقدوه زي ما انتقدوا إيميل زولا. إيميل زولا كان منتقد جدا في رواياته. هي النقطة دي أنا حابة نتكلم عليها بالتفصيل. احنا بنقول إنه قدم باكورة أعماله أو الدرة بتاعت أعماله اللي هي المجلد اللي من 20 رواية مع عدد من المسرحيات، مع إنه هو رائد التيار الطبيعي في الأدب الفرنسي والأدب العالمي. تقبل الجمهور لأعماله دي حاجة، تقبل النقاد لأعماله خاصة احنا بنقول إن هو شخصية كانت مثيرة للجدل وعليها علامات استفهام. وهل كان في فصل بين الشخصية اللي المجتمع عارفها وما بين العمل الإبداعي اللي بقدمه؟ هو إيميل زولا عشان كده حضرتك لما في بداية تقديمك له فعلا أنا بأثني على حضرتك إنك اتكلمتي عن مقال جاكوز. أنا أتهم لأن هذا المقال كان نقطة تحول في ريبيوتاسيون، في شهرة إيميل زولا، وفي تقبل المجتمع الفرنسي ليه. بعد هذا المقال كل النقاد تجمعوا والتفوا حوالين إيميل زولا. لكن قبل كده كان منتقد وكان في مصادرة لأعماله، لأن أعماله كانت يعني زي ما تقولي كده، زي ما بنشوف فيلم بيسرد الواقعية المصرية، حاجة عن عشوائيات، حاجة عن واقع احنا في مصر مش عايزين نشوفه قدامنا. هو لا، كان بيظهره ويحلله. وفي بعض الروايات بتاعته كان ليها صدى مجتمعي رائع جدا، زي رواية جيرمينال اللي هي من بعدها بدأت يتعمل نقابة للعمال المناجم بعد رواية جيرمينال. لأنه كان بيرسم رواية حياة عمال المناجم بعد ما ان هم ليس لهم نقابة، وهم تحت قيد وتحت إمرة شركة المناجم، وكانت ما بتدهمش مستحقات. كان عنده حب للاهتمام بالطبقة دي، ولا زي ما قلنا الجزء الاستعراضي اللي عنده؟ جزء استعراضي، ولكن هو كان جزء استعراضي لأن هو في إحدى رواياته كان رواية الهزيمة، كان فيها بطلين. لو تسمحي لي أقول لك اتفضلي. يعني ريزومي كده، يعني ملخص الرواية. كان بطلين جان وهو كان جندي، الاثنين كانوا في نفس يعني جنود في الجيش الفرنسي.
اللي هو الارمي دو فرساي او جيش فرساي في هذا الوقت. واحد اسمه جان، وهو كان عريف وكان ينتمي لطبقة الفلاحين اللي هم كانوا يؤمنوا ان ما فيش حاجة اسمها ثورة، احنا بنتبع الجيش، احنا بنتبع السلطة الحاكمة، وبالراحة وشوية شوية هنقدر ناخد مستحقاتنا. وكان البطل الثاني موريس، وموريس ده كان لا ينتمي لطبقة البرجوازية والفكر التقدمي. على فكرة إميل زولا دايما كان يحب يتقال عليه إنه هو صاحب الفكر التقدمي. وفي الرواية دي بتنتهي في الآخر الرواية إن هي الاثنين بيقعوا، يعني زي ما تقولي بعد ما كانوا بيقاتلوا الجيش الألماني صف واحد بينقسموا. موريس بيتبع كومونة فرنسا باريس أو لا كومون دو باريس اللي هي ضد الجيش، اتحاد فرنسا. وجان بيفضل يحافظ على الجيش وينتمي للجيش، وفي الآخر موريس بيقتل جان. ليه موريس هو اللي قتل جان؟ يعني ما هو ده بيفسر في الآخر إن هو لا ما بينتميش للطبقة العمالية كما يريد أن يظهر. لا، إميل زولا كان انتمائه أكتر للطبقة البرجوازية اللي هو كان حابب يروح لها بالضبط، الطبقة البرجوازية التقدمية وليس طبقة العمال. ولكن هو كان يعشق نزول للعمال ويدرس حالتهم بصورة يعني رصد للواقع بصورة حقيقية جدا. يعني حتى أسماء الأماكن صحيحة، أسماء الشوارع صحيحة واقعية يعني بحتة. احنا بنقول على الدراسات النقدية اللي كتبت عن أعماله، في دراسات اتكلمت عن شخصيته هو، يعني حد عمل تحليل نفسي لشخصية إميل زولا أو اتكتب من خلال أعماله الشخصيات اللي بقدمها وعلاقتها بيه هو شخصيا، هل فيها سيرة ذاتية ليه؟ هو صعب نقول في روايات فكر، يعني هذه المدرسة الطبيعية نتكلم عن سيرة ذاتية، لأن هو بس ملمح منه، هو ملمح منه، اوكي، ملمح من شخصيته، يعني ملمح من كتاب، يعني بنشعر ان في كتابة ثورية، في هنا ذات ثورية للكاتب. يعني في روايات معظمها بتحس ان في ثورة، في ثورة على الظلم. بطل جرمينال اللي هو إتيان لونتييه ده ليه فصل من عمله، كان بيعمل في اكس ان بروفنس، وبعد كده توجه الى المكان اللي هو كان فيه المناجم والكلام ده. ليه فصل؟ لان هو تم اهانته من رئيس عمله، فقام ضربوا على وجهه، فبالتالي فصل. في حته الثوره، ودي إميل زولا كان عنده فكره الثائر الجمهوري الثائر. وكنت عايزه بس اقول ان جرمينال حتى اسم، عشان اقول لحضرتك ليه هو كان ايه الصوره اللي كان بيديها
نفسه من خلال رواياته. جيرمينال دي احدى شهور السنه الجمهوريه، يعني كانوا عاملين زي نتيجه جمهوريه، حاجه اسمها كالندري ريبوبليكان. بعد قيام الثوره هنعمل حاجه اسمها تقويم ثوري، تقويم طبقا للثوره. واحدى الشهور اللي كان بيمتد في فصل الربيع كان اسمه جيرمينال. فكما يقول، كما يريد ان يقول انا مع الثوره، انا ادافع عن الثوره، انا ضد كل من ينقلب عن الثوره. ويقصد بده نابليون اسلوبه في الكتابه، اسلوبه في الكتابه الوصف فالوصف فالوصف، اسهاب في الوصف، اسهاب في الوصف، بس دقيق جدا، ممل اللي فيه تفاصيل زياده عن اللزوم، تفاصيل زياده عن اللزوم، تضيع منها يضيع منها بالظبط، القارئ كثرة التفاصيل تضيع القضيه من كثره التفاصيل. طب وليه كان بيعتمد على فكره التفاصيل لنقل الواقع كما هو بدون اي، يعني الخيال ليس له اي مكان. عشان كده ما حضرتك قلت لي هل في حاجه جانب السيره الذاتيه؟ اولا رواياته كلها تكتب السيره، يعني اذا كان بنتكلم عن الاوتو فيكشن او اللي هو مزيج بين السيره الذاتيه والكتابه الروائيه، ما نقدرش نقول على روايات فيها الجزء ده ابدا مطلقا، لان روايات اولا البطل فيه بتكتب بصيغه الضمير الثالث، يعني دايما البطل بتاع هو بالظبط. لكن الروايات اللي فيها سيره ذاتيه ساعات بتبقى فيها انا، بس انا اقدر اقول ملمح من شخصيه من الشخصيات اللي ظهرت في اعماله، سواء في المجلد اللي فيه 20 روايه او في المسرحيات او في الروايات الثانيه، ان الشخصيه دي هي قريبه من إيميل زولا. ممكن نقول كده؟ لا، لم اجد شخصيه غير ممكن تكون إتيان لونتييه اللي هو بطل جيرمينال، ممكن يكون فيه من زولا الثوره والثوره على الواقع ورفض الواقع ورفض الظلم، لان إتيان لونتييه ده هو كان سبب ثوره عمال المناجم، ودي كانت زي ما تقولي رساله من إيميل زولا عن طريق إتيان لونتييه اللي هو البطل الثائر، ان لا، لو في ظلم صوره يجب ان تصوره لاسترداد الحقوق. ودي كان ممكن نقول فعلا في تقارب بينهم يعني. لكن ان في بطل يمثل الكاتب لا، ما نقدرش نقول ان في بطل. ودي سمة الروايات الواقعية والطبيعية. يمكن في جزء واحد بنتكلم فيه قلنا ان من اسلوب الكتابة فكرة الوصف ارهاق القارئ بالوصف، الشخصيات كتير، كلمات تؤخذ من الطبيعة، يعني مثلا لو بيتكلم عن عمال مناجم يأخذ نفس الأدوات
مسمياتها. نفس مسمياتها بصوره تثقل ساعات على القارئ. عشان كده بقول لك متذوق الكتابه الطبيعيه هو قارئ من نوع خاص، لانه لن يترك لنفسه عنان الخيال. الوصف والتفاصيل كتير جدا. كان في شخصيات كتير، كان في احداث كتير داخل عمل الروايه، واحداث كتير جدا داخل الروايه فعلا. وروايته رواياته فعلا تريد نوع من زي ما تقولي التأني في القراءة فعلا، عشان حتى تصل بالظبط، حتى لا تضيع يعني، لأن شخصيات كتير وتتداخل الشخصيات ببعض، وشخصيات لها يعني لازم نقرا الروايات بتتابعها، لان في شخصيات عشان تعرفيها حضرتك لازم تعرفي هي اسرته كانت ايه، لانه مؤمن بعلم الوراثه. لان إميل زولا يؤمن بعلم الوراثه، ان كل شخصيه ترث من عائلتها آفاتها وصفاتها ومحاسنها ومساوئها. فبالتالي لو لازم نعرف هو ده مين، ابن مين، عشان نعرف هو طبعه هيكون ايه. او حضرتك قلتي ان النقاد التفوا عليه بعد ما قال اني جاكوز اني اتهم. طبعا وقبل كده كان في نقد، ده في الفتره اللي هو كان عايش فيها. بعد الوفاه الدراسات النقديه او النقاد كتبوا على اعماله ازاي وحللوها من زمان لحد دلوقتي. طبعا كتبوا بصوره فيها اسهاب وفيها مدح. معظم الكتاب لو لقينا يا استاذه مروه بيتم مهاجمتهم في البدايه، وبعد كده بيتم الاحتفاء بيهم حتى ده طبعا احنا هنا يعني في مجتمعنا العربي بيكون هو في على قيد الحياه، بنكرمه، ولكن التكريم الاكبر ليه يا استاذه مروه؟ لان بتكون خلاص يعني اعماله اكتملت، واكتملت وجهه نظر الناقد عنه، وعرف يكون صوره كامله عن هذا الكاتب. يعني دي ليها تفسير برضه نقدي ومنطقي، ان الكاتب طول ما هو عايش بيعدي بمراحل مختلفة، وإميل زولا عدى ومر بمراحل مختلفة كما مر مجتمعه بمراحل مختلفة. بس المراحل المختلفة دي نقدر نقسمها في مراحل الكتابة، يعني أقول إن الإنتاج الأدبي ليه في مرحلة الشباب مختلف عن مرحلة الوسط، مختلف عن مرحلة النهاية. في الأسلوب طبعا بيبقى فيه زيادة خبرة أكتر، وفي مفهوم وهو بيظهر أكتر. يعني الرواية اللي بتكلم حضرتك عنها اللي هي بتاعت جان موريس، اللي هي رواية الهزيمة، دي كانت في النهاية لا شخصياته عديدة جدا، شخصياته كتير وأسماء رواياته
في شخصيات كتير، شخصيات ثانويه وشخصيات اساسيه، وفي بعض الروايات يعني القارئ بيقع في اشكاليه. من هو البطل الرئيسي؟ من هو محرك الاحداث؟ يعني مثلا في كذا روايه بطل، في بطل خفي هو محرك الاحداث، هو اللي من وصفه، من وصف حقيقته، سمات شخصيته، بنعرف ان هو ده اللي بيتنبأ بالنهايه، وان هو اللي بيحرك الاحداث مش البطلين اللي قدامي. زي روايته تيراز راكان. راكان هي الام، اسمها مدام راكان. هي تيراز دي كانت تزوجت من ابنها كاميل، وكاميل ده كان مريض نفسي ومريض بدنيا، وسافر باريس، وهناك جه زميل له اسمه لوران. ولوران ده استشعر ان هذا البيت فيه نوع من الضعف، ام مشلوله وابن مريض، فبدأ يلتف حوالين الزوجة وعلى حوالين تيراز، وفي الآخر بدأت الخيانة والسقوط في الهوية وقتل الزوج والكلام ده كله. ف شخصيات فعلا إيميل زولا فعلا بتميل بس اغلب برضو اعماله العنوان او عنوان الروايه هو اسم الشخصيات او اسم العيله بالظبط. يعني هي تيراز راكان اسم الفيلم الروايه تيراز راكان، لكن مين محركه الاحداث؟ الام مدام راكان، لان هي اللي كانت تستشعر من بدايه وفاه ابنها، وهي لم تعلن ده ان هو قتل، ان هو قتل، وفي الاخر هي بتدفعهم واحد تلو الاخر الى الموت انتحارا، هم الاثنين ينتحروا، كل واحد بيضع السم للاخر، فبالتالي هي في الاخر اللي بتبقى في النهايه هي البطل او محرك الاحداث. بالضبط، هي محركه الاحداث بتتشاف من زاويه مدام راكان. دايما اختيار العناوين اسماء شخصيات، يعني ما بيديش لا يمكن التحفه او الحانه مش كلهم يعني تحفه الحانه، لكن في فعلا اسماء اسم العيله بيكون هو عنوان الروايه. ليه؟ لان راكان دي برضه شخصيه ليها اب وليها ام وليها عائله في شجره العيله اللي هو عملها، شجره الشخصيات الارب جينيالوجيك اللي هو عملها في بدايه مجلده، اللي هو كان عايز ينهي المجلد بال20 روايه، يكون خلاص جاب الجيل الاخير من هذه العائله اللي هي 5 أجيال. الكتابه في الاعمال الروائيه اختلفت عن المسرح. العدد المسرحيات اللي قدمها مش عدد كبير، مش كبير ولا يعرف قوي في المسرح، يعني هو 4 مسرحيات تقريبا، 4 مسرحيات، لكن هو اشتهر
بروايه راكان. وكمان هي الروايات بتاعته تم بعد كده تحويلها الى افلام والى باند سيني، الى رسوم متحركه، والى الى مسرحيات كمان. فبالتالي المجلد ذو 20 روايه هو كان الابرز. لكن المسرح ما حدش تطرق لدراسته او تقديمه على المسرح، خصوصا المسرحيه. لا ما عنديش فكره بصراحه، يعني اذا كان تم تقديمه على المسرح ولا لا. لكن انا اللي اعرفه ان الاوبرا مثلا خدوا من روايات مستوحى من عمل، مستوحى بالظبط كده. طب الجزء اللي خاص بقى بالكتابه الصحفيه، والكتابه الصحفيه كان هيغلب عليها الطابع السياسي. يعني اذا قلنا ان في اسقاطات سياسيه داخل العمل، كان هيغلب، ده هو كل كتابته سياسيه، ما كانش فيها جزء اجتماعي حتى. هي كلها اجتماعي، ولكن هو ككاتب صحفي كان كتاباته معظمها سياسيه ومواقف سياسيه بيعلن من خلالها، زي ما قلت لحضرتك، بيعلن عن نفسه: انا تقدمي، انا جمهوري، انا بأساند الثوره، انا بحمي الثوره الفرنسيه. فهي كان كتاباته كمقالات هي بس الجزء الخاص بالكتابه الصحفيه مختلف طبعا عن العمل الروائي. وزي ما قلنا ان هي بتركز بشكل اساسي على الجزء السياسي الاجتماعي، خصوصا ان كانت فرنسا كانت في خضم حياتها السياسيه، يعني عدم استقرارها السياسي. مرحله النفي اتكلم عنها ازاي، او كتب عنها، او كتب في مرحله النفي؟ هو في مرحله النفي هو اتنفى لانجلترا للهروب من السجن. يعني هو الاول هو لم يحكم عليه بالنفي، وحكم عليه بالسجن، فكان منه هروب. لكن هو هرب وراح المنفى في انجلترا، واثناء ده كان بيعد لرواياته طبعا في اثناء النفي طبعا. وعلى فكره هو ليس اول من تم نفيه. هو قبل كده كان فيكتور هوجو كان تم نفيه برضه لبروكسل، يعني وكان كتاباته ودايما الكاتب روائي او شاعر في هذه المرحله بيزداد نقد على النظام السياسي، وبتزداد البروباغندا اللي عاملها. يعني هو بتزداد صيته. يذكر ان بعد وفاه إميل زولا دفن في مقابر في مونمارتر، وبعد كده بسنين عديدة تم نقل رفاته علشان يدفن فيكتور هوجو في البونتيفون اللي هو مقبرة العظماء. يعني هو كان اتنقلت رفاته بعد سنين من الوفاة من مونمارتر، ودفن في ده اللي احنا كنا بنقول عليه ان التكريم بيجي بعد
الوفاة. بيجي بعد الوفاة، بعد ما تكتمل صورة هذا الكاتب وتتضح ايه هو يتضح نهجه ويتضح اسلوبه وتتضح مواقفه السياسيه، لان زي ما بقول زي ما حضرتك قلتي مواقفه في الوقت نفسه ممكن تظهر كبروباغندا، لكن بس احنا بعد فتره زمنيه بنشوفها برضه بنفس الموقف، ان هي كانت نوع من انواع الدعايه او البروباغندا من جنب ناحيه انها دعايه. في روايات اخرى غيرت مسار المجتمع الفرنسي. يعني نقف على الجانب الايجابي بقى. الجانب الايجابي يعني هو مساندته لطبقه العمال وطبقه المظلومين دي نمت كتير، يعني عشان كده بقول الاثر كان كبير قوي لروايه زي روايه جيرمينال، اثرها كبير. وهو كمان كان هذا يعني هذه المدرسه الطبيعيه فعلا بنقول عليها زي ما تقولي اونتولوجي، يعني اونتولوجيا المجتمع الفرنسي او تاريخ فرنسا. ممكن ان حضرتك تقريه من خلال تتبع هذه الروايات، يعني هو بيسرد مختلف منحنيات اللي هو اللي صار فيها المجتمع الفرنسي منذ منتصف القرن ال19 حتى نهاية القرن حتى وفاته 1903. واحنا بنتكلم عنه النهارده وبعد عدد سنين. ووفاته كانت غريبة برضو بدون عشان اقول لحضرتك ان هو له جانب سياسي. انا اسفه لمقاطعتك. وفاته كانت غريبه، كانت اختناق من غاز مونوكسيد الكربون، بس كان معروف السبب شبهه جنائيه. بعد سنين اكتشف ان احد ساكني الحي اللي كان ساكن فيه إميل زولا اعترف ان هو اللي سد المدخنه بتاعت إميل زولا لتنفيذ اوامر شخص ما. يعني هو كان وفاته كانت جنائيه، يعني هو اكيد كان له دور سياسي. يعني برضه اكتشاف ان وفاته كانت فيها شبهه جنائيه دي برضه تعطي بطوله لهذا الشخص، الشكل الدرامي للحياه وللنهايه كمان. نهايه دراميه فعلا. واحنا بنتكلم بعد عدد سنين جدا او كبيره من وفاته ومن ابداعه، وبنتكلم عن التيار الطبيعي اللي هو نقدر نقول صاحب البصمه الاولى فيه او الرائد فيه. هو رائد الطبيعي. بعد كده التيار الطبيعيه وصل لفين بعد وفاته؟ طبعا بعد التيار الطبيعيه هو طبعا احنا في جزء من حياه إميل زولا، يعني تطرقنا لعلاقته بسيزان، ولكننا برضو ما كلمناش باستطراد عن تأثره بسيزان، لأن سيزان كان رائد المدرسة التأثيرية في الفن التشكيلي، وده كان
اثر على ايميل زولا حتى في الكتابه. آه، آه، ال- ال- آه، آه، الجانب اللي خده سيزان كمدرسه تاثيريه والبعد. ايه هي المدرسه التاثيريه؟ هي البعد عن البعد عن الواقع، وان انا ب... 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 في افكار في دماغي بعبر عنها بصوره معينه بس ده قد عكس تكون غير مفهومه. بس ده عكس التيار الطبيعيه اللي هي الواقع والانغماس في الواقع زياده عن اللزوم. ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. هو بعد ايميل زولا يعتبر ان هو اثر في بدايه القرن العشرين، حيث بقى الفكر، بدايه الفكر الانطباعي وفكر التاثيري وتاثير ده على الادب. تاثر كتير بسيزان. لا كان في منحنى تاثر كتير بسيزان. على فكره ايميل زولا في كتابته ليس عنده حته العند شويه، يعني هو ليس له بالضبط، هو عنيد في كتابته. يعني هو له فكر معين بيحاول انه يقدمه عبر رواياته ولا يتغير. يعني نقدر نقول ماشي على خط واحد. على خط واحد بالظبط كده. احنا اتكلمنا عن اسلوب في الكتابه وقلنا ان في وصف وصف وصف. طبعا بما ان هو بيتكلم في التيار الطبيعيه اكيد هيبعد عن فكره اللغه الجماليه. بالظبط، جماليات اللغه مش موجوده بالظبط. حضرتك انا نسيت ارد على سؤال حضرتك. هو مهد لتيار ايه بعد كده؟ هو مهد لتيارات عديده، منها تيار الدادايزم، تيار الفوفيزم. احنا كده دخلنا بقى في القرن العشرين. في القرن العشرين الفوفيزم والدادايزم، وكمان للتيار التجريدي او الابستراكشن عامه. يعني الكوبيزم، التيار التكعيبي، كوبيزم. خدي بالك من حاجه يا استاذه مروه، ان معظم المدارس الفنيه اثرت على المدارس الادبيه. يعني هتلاقي حضرتك تأثير الرومانتيزم. طبعا، لان كان في مثلا المكانه الرومانسيه، هتلاقي الرومانسيه دي في الرسوم وفي النحت وفي الفن، وتلاقي برضه رومانسيه في الكتابه. نفس القصه بالنسبه للكتابه الناتشوراليزم. كان بتأثر من الفن، يتأثر فيه، والأدب يتأثر فيه. بس هو ده كان رد على سؤال حضرتك، هو أثر في ايه؟ أثر في الدادايزم والفوفيزم. هنتكلم الجزء الخاص بالجماليات في اللغة. الجماليات في اللغة زي ما قلت لحضرتك هي أول التكنيك التقنية الأسلوبية الأولى، أو التقنية الأسلوبية يعني التي تسود الكتابة الروائية، هي كانت الوصف. استخدام
لغته صعبة على فكرة. بس استعراض اللغة بعيد عن فكرة، هو طبعا ضد الخيال وضد الجزء الحالم او الرومانسي وضد الاسقاطات، ولا هو موجود الاسقاطات؟ ممكن تلاقي اسقاطات الفكر، المدرسة الواقعية والمدرسة ممكن تلاقي السباب مثلا، ممكن تلاقي يعني ممكن تلاقي جزء من الواقع، هو جزء من الواقع. لما نتكلم عن 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 بطلة بتمهد لمقتل زوجها، اما نتكلم عن بطل من قاع المجتمع، كيف ستكون لغته؟ طبعا لغته يغلب عليها طبع المجتمع، المجتمع سواء بسيط او سواء سيء الذي نشأ فيه. امرأة باغية كيف تكون طريقة كلامها؟ لا، كان الكلمات يوم طبعا فيها اسقاطات، او مش هنقول اسقاطات، ولكن مقاربة بصورة كبيرة جدا لتفاصيل الطبيعة. طب الواقع، حضرتك قلتي ان لغته صعبة شوية. لغته صعبة جدا، يعني مرادفات اللغة بتاعته صعبة، فيها استعراض كمان. فيها استعراض، لأنه هو كان، لك أن تتخيلي أنه كان بيعمل زي دوكيومنتيشن، يعني كان بينزل في المكان الأحداث نفسه ويأتي بأصعب المرادفات اللي هي ممكن ما تتواجدش في الرواية. يعني أنا كقارئة مش لازم أعرف هذه المصطلحات الصعبة التي تنتمي لهذه المهنة، اللي هي ممكن تكون فيها تخصص شوية. أنا حتى لو فرنسية أنا مش فاهمة الكلمة دي إيه، يعني مش فاهمة إيه، لازم تبحثي عنها في القاموس عشان تعرفي إن دي أداة يستخدمها هذا الحرفي في عمل كذا كذا. فبالتالي حتى القارئ الفرنسي يجد بعض الصعوبة في بعض المرادفات، لأن هي قريبة جدا. عشان كده هو كان بيقول أنا اللي يهمني الطابع المجتمعي في روايتي، وفعلا كان هذا ده اللي كان بيميز إيميل زولا، صعوبة بعض الكلمات، استخدام مرادفات صعبة وزي ما تقولي متخصصة جدا يصعب على البعض فهمها. ودي كانت فعلا عندي استفهام، ليه هذه الطريقة من الكتاب؟ يعني يمكن ده السؤال اللي أنا الجزء اللي هو الواقعي زيادة عن اللزوم، إن أنا بقدم النموذج الحي. ممكن تقدم نموذج الحي، لكن لماذا الالتصاق بمفردات صعبة والحرص على ان تدخل هذه المفردات في رواية يقرأها عامة الشعب، يعني يقرأها القارئ العادي مش متخصص. ان اعماله للقارئ العادي لا، ولا للأكاديمي؟ للأكاديمي أكتر. القارئ العادي يريد فكر حالم، يريد تجميل للحقيقة. يعني ما أظنش إن في قارئ عايز يعيش، أنا أسفة في نكد يعني أنا أسفة في الكلمة، بس فعلا روايات
إيميل زولا تدعو إلى كآبة، فيها كآبة طبعا ما فيهاش أي نوع من بس التساؤل هو كان بداية، سوداوي. ما فيهاش أي نوع من التبع. طبعا طبعا احنا يعني ونهايتنا مأساوية، بقول لحضرتك بتنتهي بسن وبوفاة وبمقتل يعني بس كان هو رواية المفروض ان هو شخص بموت ثوري، البطل، يعني شخص كذا ثوري رواية عنده تنتهي بموت البطل. الحيوية والتجدد طول الوقت. هو ده مفروض هو بس تأثره بواقعه ومجتمعه وتاريخ بلاده جعل رواياته تصطبغ بهذه النظرة السوداوية. نظرة سوداوية. حضرتك لو تقري رواياته تتعاطفي مع أبطال الأبطال لدرجة فعلا تصيبك بعد رواية بشيء من الاكتئاب. يعني أنا بقول لحضرتك في الفرنساويين بيقولوها ساعات après le naturalisme، après avoir lu un roman naturaliste، بعد قراءة رواية on se lave les mains، بنغسل ايدينا. قد ايه فعلا بتحسي ان ايديكي فعلا حطيتيها في مجتمع ملوث، مجتمع ملوث، لانه هو بيرصد آفات المجتمع وعيوب المجتمع بصورة ساعات تثير الاشمئزاز. يعني بس هي دي كتابة إيميل زولا، هو ده عنده انه يظهرها بهذه الصورة. بس طب ما الواقعية بتظهر أعماله لحد دلوقتي هي مرآة لأي مجتمع. طبعا بالظبط، برغم ان هي مرتبطه بحقبه معينه في فرنسا، بس فيها جزء عالمي انساني. جزء عالمي انساني هو سقوط المجتمع، هو ده الجزء العالمي، سقوط المجتمع، انتهاء فساد المجتمع. اي مجتمع فيه فساد هيلاقي صدى في هذه الروايه، لان هي بتسرق كل انواع الفساد، من فساد في الجيش، من فساد في المجتمع، من ظلم طبقي، من فساد اخلاقي، من فقر، من جوع. ما هو معظم ابطاله من المجتمع ومش من اي طبقه، من طبقه كادحه بكل مفرداتها. المرحله لا اللي يتجنب فيها مرحله الثراء الفاحش. الكتاب اللي قدمها في المرحله دي برضه كانت مرتبطه بالطبقات البسيطه. بس ده مش كان فيه تناقض شويه. هو ده النوع اللي كان بيجد نفسه فيه. بقول لك يا استاذه مروه، هو تم اكتشاف هويه إيميل زولا في روايه الهزيمه. وهذه تعتبر ترتيبها كان ترتيب متاخر جدا في رواياته، اللي هو جعل موريس اللي هو الذي ينتمي الى كومون دو باريس، او اللي هم زي ما تقولي صفوه المجتمع الفرنسي، لان لا كومون دو باريس كانت تضم صفوه النقاد ورجال الفكر وكل من لهم دايما اللي بيقود المجتمع. دايما الانسان البسيط بيرضخ، ما يحبش انه يغير، لكن تلاقي صفوه
المجتمع المفكرين و هم دايما اللي بيبقى عندهم حته ان انا اقود المجتمع للافضل. لا كومون دو باريس لم تكن تحتوي على العمال، لم يكن فيها البروليتاريا، يعني ما كانش فيها طبقه العمال في هذه في هذا الاتحاد، لكن كان كل طبقه المثقفين المفكرين اللي هم على درايه ان فرنسا رايحه في مكان مش صح، فبالتالي انه يخلي موريس اللي هو الذي ينتمي للطبقه البرجوازيه لهذه الطبقه لا كومون دو باريس هو اللي يقتل جان اللي هو من طبقه الفلاحين الكادحين اللي هو بيناصر الجيش دي. منها استخلص بعض النقاد ان 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 فكر إميل انه هو يكتب على البروليتاريا، يكتب على طبقه العمال، ولكنه لا يخفي اعجابه وانتمائه لطبقه صفوه المجتمع، طبقه البرجوازيه التقدميه الجمهوريه. بنشوف دايما من الادب العالمي بعض المقولات بتفضل ثابته لسنين كتير، بتكون مستخلصه او واخدينها من الروايه، بس بتكون حكمه او موعظه. إيميل زولا نقدر نقول ان بعض الجمل اللي اتخذت واصبحت حكمه، هو كل ولا هو مختلف برضه في النقطه دي؟ هو مختلف في ده، بس إيميل زولا معظم رواياته فيها حكم عديده، يعني احنا مش عايزين يعني ياخدنا الحديث وننسى الجانب المضيء فعلا. احنا بنتكلم عن الجانب الابداعي، بس احنا كنا بنتكلم عن الجانب الشخصي اللي هو عليه علامات استفهام. يعني انا مش متذكره انه له جمله تنسب لي بصوره يعني هي دي تنسب لإيميل زولا، لكن هو إيميل زولا ينسب لي بالعكس بقى، يعني او الاوقع ينسب لي ما التغير الجذري اللي حصل بعد رواياته. يعني مثلا بعد واقعة دريفوس، بعد مقالاته واعماله عمل، بعد مقال جاكوز او انا اتهم قضيه دريفوس، المجتمع الفرنسي انقلب على قدم المقال دي كانت ايه؟ يعني احنا عارفين القضيه اللي هي خاصه بالجيش وخاصه بالمشاكل. دريفوس اللي هو تم ظبطوا عنده بوردرو او زي ما تقولي كده مطويه او دوكيمنت معين. الدوكيمنت ده يتهم من خلاله انه بيدي معلومات للجيش الالماني. فعلى هذا الاساس هو الضابط طبعا حضرتك عارفه انه من اصل يهودي، ف إيميل زولا من وجهة نظره في ترجمة هذا الموقف ان الجيش الفرنسي هو جيش معادي للسامية، وبالتالي بدأ هي دي كانت قضيته
الساميه نرجع تاني. الجيش الفرنسي اللي كان يتكلم عنه هو جيش فرساي، اللي كان هو مع الجيش الألماني، فبالتالي زي ما تقولي هو معادي للساميه مجامله ممكن لألمانيا. يعني هو هي كل الأمور بتتداخل. ما ننساش برضو من ذاكرتنا ان في الوقت ده كانت فرنسا محتلة من الجيش الألماني. الجيش الألماني بيمشي في فرنسا عادي جدا، شوارع. ده يذكر ان في اللوران والألزاس دي كان زي ما تقولي الباسبور بتاعهم اتغير بقى ألماني. يعني شوفي الاحتلال كان وصل لهذه المرحلة. ف هو طرح القضية والقضية دي فعلا فجرت الرأي العام. يعني حتى اللي كان شايف ان في نوع من التواطؤ بين الجيش الفرنسي والجيش الألماني والعدو، لأن ألمانيا دي كانت العدو يعني بتاعهم، بدأ فعلا يرى لا احنا لازم نتكلم، احنا لازم ندافع. هو ما كانش الدفاع عن دريفوس، يعني هو الدفاع مش على ضابط اتهم من أصل سامي. هو في الأساس هو الهجوم على الجيش. يعني ليست قضية لموالاته للجيش الألماني، فاتخذت هذه الواقعة لمهاجمة الجيش. نشر هو المقال بتاعه اللي أحدث ضجة عالمية وأحدث ضجة داخل فرنسا. ضجة داخل فرنسا لأن كله قام وكله وعي. كتب ايه في المقال؟ المقال كان حتى عنوان المقال هو جاكوز. انا بتهم يعني هو عنوان المقال هو صادم لان هو الاتهام كمان الوجه ليه كان اتهام قوي وقاسي. يعني الخيانة والتعرض زي ما تقولي التجرؤ على السيادة العليا للجيش الفرنسي، ودي كانت عقوبتها كبيرة. يعني هو كويس ان هو هرب، يعني ما عرف فيها. بس هو بيتهيألي الفترة كانت المدة الزمنية اللي قعدتها في انجلترا كانت بسيطة ورجعت تاني بعد العفو. بسيطة لأن بعد هذا المقال انقلب المجتمع الفرنسي كله مؤازرة ودفاعا عن دريفوس بسبب هذا المقال. لكن كان ممكن قضية دريفوس دي تموت مع الزمن، وهو نفسه عائلة دريفوس يعني حتى ما عملش الضوء ده كله على القضية. حتى اللي من عائلة دريفوس اللي هو كان أخوه اللي هو عمل مذكرة دفاعا عن أخوه، إن هو لأن بعد كده بمساءلة والتحقيق مع دريفوس اتعرف إن هو أحد قادة الجيش هو اللي أمره بده. يعني إذا دريفوس ما كانش متهم وما كانش فيه خيانة أصلا. يعني الموضوع ما كانش فيه خيانة أصلا. وبعد كده تمت معاقبة بقى الضابط الفرنسي اللي هو أمر دريفوس بهذا الأمر. يعني هو تمت معاقبة الضابط اللي هو كان أمر
يحتفظ بهذا الامر. هي المشكله كانت في 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 اصول دريفس اليهوديه، ان هو مخافه انت بتحكم على ده بهذه الصوره علشان هو يهودي ولا عشان هو خائن. يعني دي كانت القضيه، هل عشان هو من اصل يهودي فبتضطهده ولا عشان هو خائن؟ المرأة في أعماله، المرأة في أعماله هو بيعترف المرأة كرجل، حتى في مساواة منه، في مساواة جدا، وفي زي ما بقول لحضرتك تراز ركعت دي أساسا زي ما تقولي البطلة هي سيدة، واسم البطلة موجود على عنوان الرواية، وتلاقي حتى عدد الشخصيات هي ومدام راكار، يعني هما الاثنين سيدتين قدام لوران كامي اللي هم رجلين. شفنا في الفترة دي مش في فرنسا بس، في عدد من الدول اللي كان في بعض الأدباء كان بيحقر من شأن المرأة أو بيقدم المرأة على إن هي نموذج سيء في المجتمع، وإن هي سبب البلاوي والمصايب كلها في المجتمع، بدون يعني ذكر أسماء بعض الكتاب أو الأدباء. فعلا كان في المرحلة دي الكتابات اللي منحازة أو للرجل على حساب المرأة. ما كانش ده، لا ما كانش، ما كانش لو هو النوعية دي، لأن كان بيظهر المرأة فاسدة والرجل فاسد. يعني الكلام ده فعلا هو لأن في بقى طب ما في 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 رواية التحفة لازر اللي حضرتك سردتيها، اللي هي بنقول ان هي متأثرة بسيزان، الزوجة كانت مثال في الإخلاص لزوجها لدرجة إخلاصها، وإنها كانت بتتبع أهواءه في الفن وسفره وترحاله وأهماله البيت، وإنها أهملت ابنها معاه علشان ترضيه. فلا مش 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 شرط، يعني مش شرط ان هي ظهرت في بعض الافلام الروايات الحوارات بعد كده افلام بانها قاتله او انها فاسده او انها منحله اخلاقيا طبعا تكون هو ده طبع. لا استحاله، لا سموار الروايه اللي هي ترجمت باسم الحانه، بس هي كان في مرأة في كانت حياته اصلا. اكيد كان في مرأة في بس حياته، ما تطرقش لم يتطرق قوي للنقطة دي. ما نقدرش نقول ان في يا استاذة مروة تطابق بين حياة إميل زولا الشخصية، ودي يمكن ما قرناهاش في مقالات النقدية اللي كتبت عنه، وبين رواياته كانت موضوعية، ودي من سمات الكتابة الطبيعية، المدرسة الطبيعية والمدرسة الواقعية، الانفصال تماما عن الشخصية، عن حياة الكاتب. لا أنا قصدي من خلال الرصد أو التوثيق لحياته، ما عرفناش على علاقاته أو إن هو كان في زوجة أو لا ما نقدرش نقول لا ما كانش فيه، لا ما فيش بطلة من بطلاته تشبه امرأة في حياة إميل زولا، وكل
بالظبط. طب الام، دور الام لان هي المحرك الاساسي لحياته في البدايه. طبعا الام كان لها دور كبير جدا، لان الام كانت ام مخلصه، هي اللي تولت ده ظهر في اعماله في اللي احنا اتكلمنا فيها. الام اللي هي كانت بتراقب من بعيد وعارفه مين اللي قتل ابنها. والله حضرتك بتفتحي لي عايزه اقول لك ان الروايه او عامه العمل الادبي يخضع للنقد حتى بعد سنين سنه قدام. فحضرتك بتفتحي لنا والله للمشاهدين، بما ان هو شايف ان شخصيه الام هي الشخصيه المسيطره ممكن يتم التطرق، بس لم يتم التطرق لهذا الموضوع قبل كده في كتابات نقديه، لكن انا شايفه ان هو موضوع يستحق ان الرصد، وخصوصا ان في كذا روايه من الروايات وشخصيه الام بتبقى محركه للاحداث، لان هو كانت العلاقه في الاول مع الام، لان الاب متوفى وهو عنده 3 سنين تقريبا او 4 سنين بالظبط. يمكن النهارده حلقتنا كانت عن شخصيه مثيره للجدل زي ما قلت في بدايه الحلقه، مثيره للجدل، وولد ونما وعاش في مرحله مثيره للجدل في فرنسا، في مرحله غير مستقره تماما. رواياته مهمه جدا وترجع اهميتها زي ما قلت لحضرتك انها اونتولوجي، انها زي ما تقولي زي رصد كده، رصد لاي مجتمع، مش بس للمجتمع الظواهر اللي تعرض لها المجتمع الفرنسي، في جانب كبير جدا منها جانب عالمي فعلا، لان هي يعني بيتناول فيها كل مواضيع سقوط الانسان الى وسقوطه الى الهويه، انحلال الاخلاقي، تاثر المجتمع وتاثر الانسان بالمجتمع. يذكر ان في بعض من النظريات العلميه اللي تعرض زي نظريه الوراثه ونظريات اخرى تم بعد كده الغائها بنظريات اخرى، او تم دي اللي كانت موجوده في عصره او في توقيته، وهو كان بيطبقها في مرحله هذا التسلسل من عائله الى اخرى حتى 5 اجيال من العائله الام، من بدايه الروايه جزء للروايه ال20. هو للاسف وقت الحلقه انتهى. انا في النهايه بشكر وجودك معانا النهارده في حوارنا عن الكاتب الفرنسي إيميل زولا. شكرا دكتور رانيا احمد، استاذ الادب الفرنسي في جامعه حلوان. شكرا لوجودك معانا. انا سعيده بحضرتك. شكرا ليك. شكرا مشاهدينا، شكرا لكم. الاسبوع الجاي وبكره حلقه جديده وفريق عمل جديد